اوه اهلاوي يا عماد، انا حسن قلت لك مش هتتعادل وما تتاخرش في التغييرات الا لما تنزل حسين الشحات واحمد عبد القادر. احنا مش بتوع لب، والله العظيم احنا بنفهم كوره يا عم، والله بنفهم. انت زي ما تكون بتعاندني وما غيرتش في بدايه الشوط الثاني، برضه استنيت ربع ساعه عقبال ما نزلت حسين الشحات، هو اللي جاب لك التعادل والفوز. احنا بنفهم كوره، اقسم بالله بنفهم كوره غصب عن عين اي حد. متوقع النهارده انا الى اعز ناس اصدقائي قال لهم الاهلي يكسب النهارده 2-1، كله كان مستغرب. اقسم بالله قال لهم الاهلي يكسب 2-1. انا بشكر عمر كمال عبد الواحد اللي هو ما جابش الجول الثالث، بشكره والله عشان توقعي يبقى صح. احنا مش بتوع لب يا عم، وربنا احنا ما بتوع لب. فين الزمالك؟ فين الفنا اللي طالعين بيه القلعه؟ فين عبد الحميد معالي؟ ما راحش منتخب المغرب ليه اللي بيلعب دلوقتي تحت 20 سنه؟ فين النجوم بتاعتهم، النجوم الاونطه؟ اذا حضر الملك غبى المزيف، علم مزيفه كلها وبتصدق نفسها. بس هو العيب على الاهلي عشان الاهلي مستواه وحش، هو العيب احنا اللي اديناهم الفرصه ان هم يعملوا كده. والله لعيبه الاهلي لو رجاله من بدايه الموسم كده ما كنتش تسمع بق اي واحد زملكاوي، ما كنتش تسمع بق، مش تسمع صوته. اقسم بالله ما كنت هتسمع صوته. اهو ادي الزمالك اهو، هو ده الزمالك، ده الزمالك اللي انتوا طالعين بيه القلعه. اقسم بالله ما يخش دماغي بنكله كده وتعريفه. فين خوان الفيلا طول ال 108 دقيقه اللي لعبهم الحكم؟ فين؟ ولا ال 110 دقيقه؟ فين خوان 2000؟ فين؟ مفيش خوان 2000، مفيش. ادي يا عم اللي طالعين بيه القلعه، مش ده اللي طالعين بيه القلعه يقول لك من احسن 10 مواهب على مستوى الجمهوريه؟ اذا حضر الملك غبى المزيف، اذا حضر الملك غبى المزيف. واحنا ملوك اللعبه، احنا ملوك اللعبه غصب عن عين اي حد، رغم عن التحكيم واتحاد الكوره واي حد. احنا الاهلاويه. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. عمرك سمعت جمهور الزمالك بيقول لي لعبته كده؟ ليه؟ مفيش. هم بالنسبه لهم عادي، خسروا سنظل اوفياء، كسبوا سنظل اوفياء. مفيش عندهم، مفيش روح. هي دي لعيبه الزمالك. ادي الزمالك يا عماد نحاس، عشان اقول لك الكوره 1+1 يساوي 2. ما تخافش، ما تخافش. حسين، هي الماتشات الكبيره دي عايزه كده، عايزه حسين الشحات ده زي ما يكون مولود يوم ماتش اهلي وزمالك. هو حسين الشحات، هو ماتش بص ممكن تلاقيه طول الموسم وحش او ما بيأديش الاداء اللي انت عايزه منه، بس يجي يوم ماتش اهلي وزمالك ده بتاع حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، احمد اللعيبه اللي واخده على الضغط ده كله. انت كنت عايز احمد رضا برضه في نص الملعب مكان محمد علي بن رمضان في بدايه الشوط الثاني، بس انت برضه اتاخرت في التغييرات 10 دقائق ربع ساعه، قلت يمكن اتعادل، لقيت بقى مفيش فايده، قمت جاي مغير. وحسين الشحات نزل في كورتين